السلام عليكم. اعتذر ان حلقة النهاردة ممكن تكون فلسفية شوية، فيعني لو مش بتحب المفاهيم الفلسفية والحاجات العميقة وكده فانا بعتذر ليك. النهاردة عايز اتكلم عن الحقيقة. انا عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه عن ليه ما نكذبش، وتناولت فيه يعني ايه اثار الكذب، مش بس على الشخص او نفسية الانسان او على المجتمع، حتى على الاقتصاد. فالمرة دي أنا عايز أتناول نقطة الحقيقة في حد ذاتها. إيه هي الحقيقة وإزاي نعرفها؟ طبعا مفهوم الحقيقة من المفاهيم العلماء والفلاسفة تعبوا جدا فيها، بس خلينا نبدأ نتكلم على حاجات هم استقروا عليها. زي مثلا إن يستحيل على الإنسان إن هو يقدر يعرف حقيقة شيء معين بشكل كامل. ليه؟ لأن هم لما فكروا توصلوا إن كلمة حقيقة الشيء عرفوها بمفهوم معين، اللي هو معرفة ذات الشيء، اللي هو the thing in itself. معرفة ذات الشيء معناها هي المعرفة الكاملة بالشيء ده بنسبة 100%. ودي بتنقسم لثلاث حاجات. أول حاجة معرفة الشيء ذاته، بمعنى إن أنا فلنفترض إن أنا قدامي تفاحة معينة مثلا، إن أنا أكون عارف التفاحة دي مش بس بالشكل، لا، على مستوى الجزيئات والذرات. أنا عارف مكان كل ذرة فيها فين، فيها كام ذرة بالظبط، أنواع وتراكب الذرات والجزيئات اللي فيها إزاي، وكل ذرة وكل جزيء فيها بيعمل إيه دلوقتي. فده أول شيء، معرفة الشيء بوحدة تكوينه، إن أنا شايف كل شيء داخل الشيء ده، وحدات تكوينه اللي هي الذرات والجزيئات. ده أول قسم. تاني قسم معرفة تاريخ الشيء ده. يعني أنا خلينا في مثال نفس التفاحة. أنا معايا التفاحة دي، التفاحة دي أكيد جت من بذرة من شجرة منطقيا، بس لو إن أنا فعلا هعرف حقيقة التفاحة دي لازم أعرف جت من أنهي بذرة، والبذرة دي جت من أنهي تفاحة قبل كده، والشجر اللي طلعت منها التفاحة دي تروت بأي مية، وأنواع السوائل اللي طلعت في الشجرة دي وروت التفاحة دي وغذتها وكبرتها كان شكلها ايه، وايه انواع المركبات الكيميائية دي بالتحديد، والمراحل اللي مرت بيها التفاحة دي من البداية، من بداية تكوينها لغاية لما بقت التفاحة اللي موجودة في ايدي. دي معرفة السابقة. تاني حاجة معرفة الاحتمالات المستقبلية، ودي بقى الجزء المعقد شوية. ان انا في ايدي التفاحة دي وعارف كل شيء فيها حاليا، عارف تاريخها كان ايه قبل كده وازاي بقت التفاحة اللي في ايدي. الجزء المستقبلي هو ان انا اعرف ايه اللي ممكن يحصل لما تتعرض التفاحة دي لكل شيء ممكن تتعرض ليه في الكون. يعني كأمثلة بسيطة، التفاحة دي لو اتعرضت لسكينة مثلا، السكينة هتقطعها. لو اتعرضت لمضرب هتتفتفت، مش هتتقطع. لو اتحدفت على واحد في وشه مثلا غالبا هتوجعه، بس التفاحة غالبا هتفضل زي ما هي. وهكذا على كل شيء على مستوى الكون بما فيها العناصر الكيميائية والأحماض. ولو تعرضت لنار هتتحرق ولا لا، او لو تعرضت لمجال جاذبية نجمي هتعمل ايه. كل حاجة في الكون لو تعرضت ليها التفاحة دي هيحصل ايه بالتحديد. فطبعا معرفة الشيء في ذاته، او مفهوم معرفة الشيء في ذاته بالثلاث اشكال اللي احنا اتكلمنا عليهم غير متاحة لأي مخلوق على وجه الأرض، مش متاحة غير لربنا سبحانه وتعالى بس. وبالتالي لما نعرف كده نعرف ان احنا كل حاجة احنا بنعرفها او بنشوفها هي عبارة عن وجهات نظر. خلينا في نفس التفاحة اللي تعبناها معانا دي. انا لو ماسك التفاحة في ايدي
من وجهة نظري أنا شايف إن دي تفاحة وشكلها حلو، شكلها يتاكل، شكلها كويس. حد تاني من وجهة نظر تانية ممكن يشوف التفاحة دي فيها عطب، فيها عطن، ما هياش حلوة بالشكل اللي أنا شايفه، وهو صح وأنا صح، ومفيش حد فينا هيفهم إن التفاحة دي بتتشاف من ناحيتين ومن الناحية التانية فيها مشكلة غير لما نتواصل مع بعض ونفهم بعض احنا شايفين ايه. فلما هو يقول لي وجهة نظره، يقول لا انا شايفها من الناحية دي كذا، فابدأ ادور التفاحة، اغير وجهة نظري علشان اشوف هو شايف ايه، واتخلى عن وجهة نظري اللي انا كنت شايفها الاول عشان اقدر اشوف الجزء المعطوب من التفاحة. وهنا يكمن أساس وسر وجودنا كبشر. الوصول للحقيقة الكاملة اللي هو الشيء في ذاته بالنسبة لنا كبشر مستحيل، لكن مهمتنا كبشر إن احنا نقدر نوصل لأقرب شيء ليه. حتى الدين نفسه لما ندرس الدين هنلاقي إن كل حاجة بتدعم الكلام ده. هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، واعلى مراتب العباده هي التفكر، التدبر. افلم يسيروا في الارض فينظروا، لازم تنظر وتتفكر وتتدبر وتدرس كل شيء على قد ما تقدر. علشان كده اينشتاين وكتير من العلماء كانوا بيعانوا من تأخر في الكلام وتأخر في المشي، تأخر في النطق، صعوبات في التعلم في المدرسة. السبب مش ان هم اغبياء، بالعكس هم كانوا عباقرة، بس السبب ان هم تأخروا عن غيرهم من الأطفال في تعلم كل شيء كان بسبب ان النموذج اللي هم بيبنوه في دماغهم للعالم اللي حواليهم معقد وفيه تفاصيل اكتر بكتير جدا من الأطفال التانيين. الأطفال التانيين كانوا بيبنوا نموذج مبسط جدا للعالم عشان يقدروا ان هم يتعاملوا فيه ويمشوا ويتكلموا. لكن العلماء زي اينشتاين والكلام ده نتيجة لان مخهم اكتر تعقيدا كانوا بيقدروا ان هم يفضلوا قاعدين بيلاحظوا العالم اللي حواليهم لفترة طويلة جدا عشان يقدروا يدركوا فيه تفاصيل اكتر بكتير من غيرهم. هم شايفين ان الكلام مش مجرد ان انت تعمل اصوات، لا هم عايزين يفهموا الموضوع بالكامل بكامل تفاصيله قبل ما يبدأوا ان هم يباشروا فيه. وعلشان كده كانوا بيعانوا كتير جدا. وده بالمناسبة يجيبنا لجزء من واجب الأب والأم في التربية، إن ابنك أو بنتك في أثناء مرحلة التعلم والكلام والمشي بيبني نموذج معين للعالم من حواليه وبيفهم حاجات كتيرة أحيانا بيبقى جزء كبير منها غلط. هو فاهم إن الأشياء بتمشي بترتيب 1 3 2 4، انت لازم انت اللي ترتب له. افهم الاول هو نظم الحاجة ازاي في دماغه، او ايه الترتيب اللي هو تصور ان الاشياء بتمشي بيه، وانت اللي تعيد ترتيب الحاجات دي ليه. تقول له لا ده بيمشي 1 2 3 4، وده بيجي عن طريق الكلام مع الاطفال. مهما كان الكلام ممكن يبان ان هو طفولي او يضحك او ساذج من الاطفال، بس دي الطريقة اللي هم بيفهموا بيها العالم. ولو ان الاب والام ما قدروش ان هم يعدلوا الاخطاء الصغيرة في التفكير والمنطق عند اولادهم، الاخطاء الصغيرة دي بعد لما بيكبروا بتتفاقم وبتبقى اخطاء كبيرة جدا. انت واحد من وهو صغير فهم العالم غلط، او على الاقل فهم جزء معين من العالم ده غلط. ازاي الاشياء دي بتمشي، ازاي الحاجات دي بتحصل، ايه اللي المفروض يتقال وايه اللي المفروض ما يتقالش، وفي اي موقف. كل الكلام ده بيتراكم على بعضه وما بيظهرش غير بعد لما الطفل ده يكبر ويبقى شاب او يبقى راجل او تبقى بنت. ساعتها بنبدأ نكتشف ان الحاجات اللي احنا كنا بنضحك عليها وهم صغيرين تفاقمت وبقت حاجات كبيرة. وده برضو يجيب لنا الجزء الثاني، ان هو مش كل طفل اتأخر في الكلام او في المشي او عنده صعوبات في التعلم معناها ان مستوى ذكائه قليل او في عنده مشاكل. في الواقع التجربة او الاحصائيات بتقول لنا ان هو غالبا العكس تماما. الاطفال اللي بيتأخروا في الكلام او بيتأخروا في التعلم او بيبقى عندهم صعوبات عادة
بيبقى نتيجة لأن هم بيحاولوا يدركوا كل حاجة أو ياخدوا تفاصيل على قد ما يقدروا قبل ما يقدروا إن هم يفهموا الموضوع ده بشكل كامل، وبالتالي النموذج اللي هم بيتخيلوه للعالم وللأشياء عادة بيكون أدق وأفضل من غيرهم بكتير. الأفضل من كده كمان هو نقل العلم. أنت شفت حاجة معينة من وجهة نظر معينة فتبدأ تنقلها لغيرك، ومش شرط ان ده يكون معناه ان انت لازم تقنع غيرك باللي انت شفته. نقل العلم احيانا بيكون بالتحاور في العلم ده. احنا تقريبا كل النظريات العلمية اللي احنا عرفناها منذ بدء الخليقة لحد دلوقتي كلها عبارة عن نظريات اتجددت. واحد اخترع نظرية وجي واحد بعده نقضها وبنى عليها نظرية تانية، وجي واحد بعدهم نقضهم وبنى عليهم نظرية تالتة، وكل واحد فيهم بيقرب للحقيقة أكتر شوية. فالعلماء دول ازاي بيوصلوا للنظريات المتقدمة دي؟ بيوصلوا لها عن طريق التحاور. أنا وجهة نظري كذا، أنت وجهة نظرك كذا، طيب اقنعني أنت إزاي وجهة نظرك صح، أو أنت إزاي شفت وجهة نظرك دي. وعن طريق التحاور بيبدأ كل واحد منهم يشوف الحقيقة من وجهة نظر مختلفة، فبيتكون عندهم منظور أشمل وأقوى للحقيقة. أكيد مش هي الحقيقة الكاملة أو حقيقة الشيء في ذاته، لأن زي ما قلنا دي بتاعت ربنا بس، لكن بيبقى مفهوم أشمل من اللي كان عندهم الأول. وكل لما تقدمنا كبشر وقمنا بدورنا اللي المفروض إن احنا نقوم بيه في السعي للحقيقة، حقيقة على قد ما نقدر، وإن احنا نتبادل وجهات النظر علشان نقدر نشوف حقائق الأشياء بشكل أوضح وأشمل، كل ما ده ساعد في عمق نظرتنا إحنا كبشر للأشياء. بدل ما أنت شايف حاجة من جهة واحدة، لا بتشوفها من أكتر من جهة، وده ينطبق على كل شيء في الحياة. شايف إن ده يمكن أهم شيء بالنسبة لنا كبشر إن إحنا نعمله، ندرس الأشياء على قد ما نقدر، نكون وجهة نظر خاصة بينا، نتحاور مع الآخرين. طبعا الحوار ده مش شرط يكون مع شخص، انت ممكن تقرأ كتاب بيتكلم عن وجهة نظر مختلفة عن اللي انت تعرفه، وتبدأ تشوف ايه الفرق بينه وما بين وجهة نظرك، وتبدأ تطلع بوجهة نظر تالتة جديدة غير الاتنين، غير وجهة نظرك ووجهة نظر غيرك. زي ما قلنا ده يعتمد برضو على مفهوم مهم جدا، ان انت لازم يكون عندك الاستعداد ان انت تتنازل عن وجهة نظرك في مقابل انك تكون وجهة نظر جديدة. ما عندكش الامكانية ان انت تفهم اي شيء بشكل اعمق غير لما تشوف وجهة نظر غيرك، بيكون عندك استعداد ان انت تفهم ان وجهة نظرك ما هياش شاملة ومش شرط تكون صح، ممكن تكون جزئيا غلط، ممكن تكون بالكامل غلط، وممكن تكون أصح من غيرك شوية. بس خلي عندك دايما الإمكانية ان انت زي ما بيقولوا الغابات ما بتتجددش غير لما تيجي الحرايق تحرق الغصون الناشفة اللي فيها، ساعتها بتتجدد الغابات وبتنمو من جديد. احرق الغصون الناشفة القديمة اللي موجودة عندك عشان تقدر تجدد من أفكارك. بس كده.